تخيل معايا السيناريو انت في اوضتك خايف من حاجة او من حد معين. قررت تقفل الباب على نفسك من جوه، مش بس بالمفتاح، لا ده بالترباس والضبة والشبابيك. دقيت عليها مسامير علشان مفيش نملة بس تقدر تعدي منها. الأوضة تعتبر زي خزنة مقفولة عليك انت وبس، فحتى الهوا خايف ان هو يخش الأوضة. فجأة الجيران بيسمعوا صوت صريخ وضرب نار. البوليس بيجي فجأة ويكسر الباب اللي مقفول من جوه علشان يلاقيك مقتول ب3 رصاصات، والقاتل اتبخر، ملهوش أي أثر، ومفيش أي مخرج يقدر يهرب منه، ومفيش أي سلاح في الأوضة عشان نقول إن أنت انتحرت. طبعا في عالم الروايات أجاسا كريستي وكونان دويل بيسموا الجريمة ديت جريمة الغرفة المغلقة، وطبعا لازم المحقق الذكي يلاقي خيط رفيع أو باب سري ويحل اللغز. ولكن هل في الواقع بيمشي الأمر كده؟ لا، الواقع ساعات بيكون مرعب ومستحيل أكتر من الخيال. فعامة أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي، والنهاردة هنفتح ملف من سنة 1929، قضية حيرت شرطة نيويورك لغاية يومنا هذا: لغز أيزدور فينك، الجريمة المستحيلة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في البداية علشان نفهم الجريمة لازم الأول نفهم الضحية، ولازم نفهم إحنا فين تحديدا في الوقت الزمني. إحنا حاليا في مدينة نيويورك، وتحديدا يوم 9 مارس 1929. وفي الوقت دوت نيويورك كانت مليانة عصابات ومافيا وسرقات في عز الظهر، ومعدل الجرائم كان عالي جدا. وفي وسط مدينة نيويورك كان في شارع معين اسمه فيفث افنيو. الشارع دوت كان جواه مغسلة بتاعت مكوة هدوم وغسيل لبس، كانت صغيرة. صاحبها كان راجل يهودي بولندي مهاجر جاي من بلده ومتغرب. الراجل دوت هو بطل قصتنا، ايزدور فينك. ايزدور كان راجل في حاله جدا اساسا، راجل جاي متغرب من بلده وعايش لوحده، ملوش عدوات. كل اللي كان بيهمه في الدنيا ان هو يشتغل في المغسله بتاعته ويكسب قرشين ويروح وينام. ولكن ايزدور كان عنده مشكله واحده كبيره. المشكله ديت ان هو كان دايما مرعوب، مرعوب من فكره ان حد يسرقه او يتهجم عليه، لانه في الاول وفي الاخر هو في بلد غير بلده. فاللي هو دايما هيحس ان القانون جاي ضده، او هيحس ان الناس جايه ضده. ما دوت مش شبهي، انا متغرب، انا لاجئ. فاهم الفكره؟ فالخوف دوت خلاه يحول المغسله بتاعته، اللي يعتبر كان شبه عايش فيها بحيث ان هو كان عايش في اوضه ورا المغسله، حول الاوضه ديت لحصن. انا عاوزك تركز معايا في التفاصيل بتاعت المكان دوت، عشان دي هي اللي هتبني اللغز. الشبابيك بتاعت المغسله، ايس دور، كان جايب مسامير ودقها فيها عشان ما تتفتحش ابدا. والباب الرئيسي كان باب خشب تقيل عليه قفل وترباس قوي جدا بيتقفل من جوه. فالمنفذ الوحيد الصغير اللي كان بيسيبه مفتوح هو شراعة. الشراعة ديت عشان تكون فاهم هي عبارة عن شباك صغير قوي فوق الباب الرئيسي، يعني عارف اللي هو في البيبان القديمة بيكون موجود. هو عبارة عن زي عن حتة إزاز صغيرة كده بتتفتح بس عشان تهوي المكان، وحجمها ما يكفيش أساسا إن طفل صغير يعدي منها. فيعتبر الراجل متحصن بشكل فائق جدا، ولا كأنه داخل حرب. المهم ايس دور كان بيشتغل طول النهار، ومجرد ما الليل يليل يقفل الحصن بتاعه دوت على نفسه وما يفتحش اي مخلوق، لانه كده كده هو مش مهتم لحد وهو ما عندوش حد. بيقفل على نفسه وينام ويعيش ويكرر اليوم ويفضل في السايكل ديت للأبد، لحد ما بيجي يوم 9 مارس 1929 الساعة 10:15 بالليل. جارة أيزيدور الست لوكلين كانت ساكنة في الشقة اللي فوق المغسلة بالظبط. الست دي فجأة بتسمع أصوات غريبة طالعة من تحت، مش صوت غسيل ولا مكوى، لأ، دي أصوات كأن في عركة، صوت خبط وصوت كسر، وبعدين صرخة رعب، ووراها صوت ل3 طلقات رصاص. الست على طول اتنفضت من مكانها وبلغت جيرانها. واحد منهم جري على أقرب عسكري دورية في الشارع، وساعتها الضابط دوت كان اسمه ألبرت بين. الضابط بين وصل بسرعة للمغسلة، لقى الدنيا ضلمة كحل. جرب إن هو يفتح الباب، لقى إن الباب مقفول. قعد يخبط على الباب: يا عايزدور افتح، يا عايزدور أنت كويس؟ وما كانش فيه أي رد. الضابط بين بص على الشبابيك، لقى مقفولة بمسامير من جوه زي ما أنا قلت لك من الأول. حاول يكسر الباب، ولكن الباب كان متين جدا، والترباس من جوه كان قافلة اللي هو مستحيل إن حد يكسر الباب دوت غير بعربية مثلا. الضابط قعد يبص يمين وشمال ويحاول إن هو يلاقي منفذ، ورفع راسه
لقى إيه، لقى الشُّراع. طبعًا ده ما كانش حل عملي، لإن الشُّراع كانت صغيّرة زي ما أنا قُلت لك، بس هي كانت مفتوحة بشكل جزئي، ولإن حجم الشُّراع دوّة صغيّر جدًا، الضابط مش هيقدر إن هو يدخل منها. فعمل إيه، شاف عيّل صغيّر معدّي من اللي متجمّعين بيتفرّجوا في الشارع على الواقعة ديّة، اللي هو في واحد وسمعنا ضرب نار، فاللي هو عايزين نشوف إيه اللي بيحصل. طبعًا الضابط شال الطفل دوّة ورفعه لحد الشُّراع، قال له: "يا حبيبي، أنا هازُقّك من الشُّراع ديّة، تنزل جوّه وتفتح لي الترباس بتاع الباب." وفعلًا قعدوا يحاولوا لغاية ما الطفل دخل من الشُّراع بصعوبة شديدة جدًا، وبعد ثواني سمعوا صوت الترباس وهو بيتفتح من جوّه. على طول الضابط بين دخل المغسلة ونوّر الكشاف بتاعه، والمشهد اللي شافه كان بداية لواحدة من أعقد الألغاز في تاريخ أمريكا. الضابط بين شاف على الأرض وفي آخر الأوضة كان في جثة مرمية، جثة أيزدور ثينك، مضروب ب3 رصاصات، رصاصتين في صدره ورصاصة في إيده الشمال، كأنه كان بيحاول يرفع إيده علشان يحمي نفسه. طبعًا الضابط بين أول حاجة جات في دماغه إن دي عملية سرقة، والقاتل لسه مستخبي جوّاه أكيد، وطبعًا الشرطة قلبت المكان حتّة حتّة، قلّبوا تحت السراير، جوّه دواليب الهدوم، في الحمام، ولكن ما لاقوش أي حاجة، ما كانش في أي حد. طب يا ترى في باب خلفي للمكان؟ ما فيش. طب في نفق تحت الأرض أو باب سري زي أفلام هوليوود؟ جابوا خبراء وفحصوا الأرضية والحيطان، والمكان كان حرفيًا مقفول، ما فيهوش أي مخرج سري، هو المدخل هو الباب المتين اللي كان أساسًا مقفول بالضبة والمفتاح، والشبابيك كانت مقفولة، ما كانش في مكان تقدر إن أنت تخش منه، فالأمر مستحيل إن حد يخش. فهنا العقل بدأ يرفض اللي بيحصل. والمفتشين بدأوا إن هم يوصلوا، وكل واحد فيهم كان بيسأل التاني نفس السؤال: إزاي القاتل دخل وقتل الراجل وخرج وقفل الباب وراه بالترباس من جوه؟ طب ممكن إن أيزيدور هو اللي انتحر؟ طبعا ده الاحتمال المنطقي الوحيد اللي ممكن يكون صح، واحد قفل على نفسه وانتحر. بس الشرطة قلبت الأوضة، دورت في كل سنتي، مفيش مسدس، المسدس مش موجود في مسرح الجريمة أصلا، يبقى إزاي انتحر؟ الميت مش هيضرب نفسه 3 رصاصات بعدين يخفي المسدس ويرجع ينام على الأرض، اللي هو عقلها لي إزاي؟ طب يمكن دافع القتل كان السرقة والقاتل استخدم خدعة ما؟ برضه الأمر مش منطقي، لأن الشرطة فتشت جيوب أيزيدور ولقوا فلوسه زي ما هي في جيبه، وكمان درج الخزنة بتاع المغسلة كان مليان فلوس وما اتلمستش، يعني القاتل ما دخلش عشان يسرق، لأ، ده دخل علشان يقتل أيزدور شخصيًا ويمشي. طبعًا الأمر غير مفهوم. بس تعالَ بقى يا صديقي نلعب دور المحقق، ونبدأ إن إحنا نستعرض النظريات اللي الشرطة فكرت فيها، وإزاي كل نظرية بتتدمر بحقيقة أصعب منها. بحيث مثلًا النظرية الأولى كانت إطلاق النار من برّه، الشرطة قالت بما إن القاتل ما قدرش يدخل يبقى هو ضرب النار من برّه، وتحديدًا من الشُّراع اللي هي الفتحة الصغيرة اللي فوق الباب. طبعًا هتقول لي نظرية ممتازة، ولكن لحد ما الطبيب الشرعي طلّع التقرير بتاعه، التقرير اللي أثبت إن في آثار بارود على هدوم أيسدور وعلى الجروح بتاعته، وده في علم الأدلة الجنائية معناه حاجة واحدة بس، الرصاص اللي اتضرب عليه كان من مسافة قريبة جدًا. يعني المسدس كان على بُعد سنتيمترات من صدره أساسًا، مش من شُراع باب فوق بينها وبين الجثة أكتر من 3 أو 4 متر كمان، فالنظرية دي طبعًا سقطت. نروح للنظرية التانية، النظرية التانية كانت الخروج من الشُراع، قالوا طيب القاتل كان جوّه ومستخبي، ضرب النار، وبعدين بدل ما يفتح الباب ويهرب، اتشعلق على الحيطة وخرج من الشُراع. طبعًا كلام جميل، هات لنا يا ابني حد علشان نعرف نطبّق عليه النظرية ديّة. جابوا رجل أكروبات اللي هو لاعب سيرك يعني، كان راجل رفيع جدًا، وطلبوا منه إن هو يحاول يخرج من الشُّراع ديّة. طبعًا الراجل يعني حاول بس ما قدرش، لإن الفتحة دي مستحيل إنها تعدّي شخص بالغ، وزي ما قُلنا البوليس أساسًا احتاج طفل علشان يدخّله منها، وكان الأمر صعب جدًا على الطفل علشان يدخّله، فالفتحة مستحيل إنها تعدّي، ومستحيل راجل بالغ ومعاه مسدس كمان يخرج من الفتحة ديّة، ده من غير أساسًا ما يسيب أثر دم أو يكسر الإزاز، فالنظرية دي كمان سقطت. ونروح للنظرية التالتة، خدعة الخيط. في الروايات البوليسية القديمة كان في خدعة معروفة، ولو أنت اتفرّجت على كونان أكيد هتكون عارفها مثلًا،
إن القاتل يقتل الضحية وبعدين يخرج ويقفل الباب من بره ويشد خيط كده رفيع من تحت الكعب بتاع الباب، يلفه على الترباس من جوه ويشد الخيط فالترباس يتقفل، وبعدين يسحب الخيط وما يسيبش أثر. طبعا مفتشي شرطة نيويورك فكوا الباب حتة حتة، قعدوا يدوروا على أي أثر للخيط أو خدش حتى على الترباس، أي علامة بتقول إن الخدعة دي اتنفذت أصلا، ولكن ما كانش فيه أي حاجة. والترباس أصلا زي ما أنا قلت لك في البداية، الترباس كان من النوع التقيل اللي محتاج قوة عشان يتسحب، وما ينفعش معاه خدعة الخيط ديت أساسا. فطبعا برضو النظرية دي بتسقط، وإحنا حاليا قدام جريمة بتكسر قوانين الفيزياء. القاتل كان جوه الأوضة لأن الرصاص انضرب من قريب، والقاتل برضه مش جوه الأوضة لأن البوليس ما لقاش حد ولا لقى السلاح، والقاتل في نفس اللحظة ما خرجش من الأوضة لأن كل المنافذ مقفولة من جوه. طبعا أنت هتقولي دلوقتي إزاي ممكن في شيء زي كده؟ وده السؤال اللي جننهم فعلا، لحد ما رئيس شرطة نيويورك في الوقت دوت طلع في تصريح رسمي للصحافة وقال جملة نقدر نقول إنها بتوصف وبتلخص العجز البشري قدام الجريمة ديت. قال: هذا هو اللغز المطلق، جريمة لا يمكن تفسيرها منطقيا. وطبيعي زي أي حاجة في الدنيا مع مرور الوقت طلعت نظريات أغرب وأغرب. ناس قالت إن أيزيدور يمكن كان متورط مع المافيا بطريقة ما، وإنهم بعتوا قاتل محترف جدا لدرجة إنه عرف ينفذ الجريمة ويخفي أثره. وناس تانية خيالها شطح قوي وقالوا إنه يمكن استخدموا رصاصة من التلج، رصاصة بتقتل وتدوب بعدها وما بتسيبش أثر. بس يعني ده خيال علمي، لأن أيزيدور مات برصاص حي حقيقي طلعوه من جسمه. حتى بعد سنين طويلة كتاب روايات الجريمة حاولوا إن هم يحلوا القضية ديّة في الكتب بتاعتهم، يعني مثلًا الكاتب الشهير جون ديكسون كار اللي بيتسمى ملك جرائم الغرفة المغلقة، درس القضية ديّة وقال إنها القضية الحقيقية الوحيدة اللي ما قدرش يلاقي لها تفسير منطقي أساسًا يكتبه في رواية وما يبانش إن هو شكله سخيف. بس في النهاية كل النظريات ديّة اتثابت وما حدش عارف لغاية يومنا هذا إيه اللي حصل فعلًا لأيسدور. يعني عارف يا صديقي إيه المرعب أصلًا في القصة دي؟ المرعب مش إن في قاتل هرب، المرعب هو إحساس أيزدور فينك في آخر ثواني في حياته، الراجل اللي قضّى عمره خايف وبيبني حصن يقفل بيه على نفسه علشان يحمي روحه، وفي النهاية الحصن دوّة هو اللي شهد نهايته، كأن الموت نفسه اتجسد جوه الأوضة ديّة وضربه، واختفى من غير ما يفتح باب ولا شباك. جريمة أيزدور فينك هتفضل في الأرشيف مقفولة بالضبة والمفتاح، زيها زي الأوضة اللي مات فيها. ففي النهاية قُل لي رأيك في التعليقات، أنت من وجهة نظرك وتفكيرك الإجرامي البريء، القاتل عملها إزاي؟ وإزاي خرج وقفل الترباس من جوّه؟ هاستنى أقرا نظرياتكم تحت في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة أو تعملوا follow على Spotify عشان يوصلكم كل الملفات الجديدة. أنا أحمد الغنيمي ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست الأرشيف، أشوفكم في حلقة جديدة ويا رب تخشوا الجنة ورمضان كريم عليكم، وآسف على تأخير الحلقة وسلام.